السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. الحكاية بتبدأ ب8 مرشحين لوظيفة الأحلام اللي هتغير حياتهم للأبد ويحققوا كل اللي بيحلموا بيه بالعمل في مؤسسة ربحية عملاق، وكل واحد منهم بيستعد بطريقته الخاصة، اللي بتكلم نفسها واللي بيتشطف واللي بيقولوا رحمة أمي لاخد الوظيفة دي واللي بتتزوق، وبيتجهوا كلهم لمكان الامتحان اللي الإضاءة فيه خافتة وفيه مكتب لكل مرشح للوظيفة وفي كاميرات مراقبة، وعلى كل ورقة امتحان رقم المرشح. وبعد ما بيدخلوا ويقعدوا بيظهر حارس أمن معاه مسدس، وطبعا ده بيقلقهم، وبيدخل راجل مش بيقول لهم على اسمه، بيقول لهم ما أنا المراقب، وإنهم عانوا الأمرين علشان يوصلوا للمرحلة النهائية دي، لكن كل ده لأن الشركة مش بتشغل عندها أي حد وخلاص. وبيقول لهم اللي هينجح في الامتحان الأخير ده هيتعين في وظيفة الأحلام، وبيأكد لهم إن مفيش قانون بيتطبق هنا داخل لجنة الامتحان إلا قانون الامتحان بس، اللي هو غير مسموح ليهم يتكلموا مع الحارس أو المراقب، وغير مسموح إن هم يبوظوا ورقة الامتحان عن قصد أو حتى بدون قصد، وممنوع الخروج من الغرفة وإلا هيعتبروا إن هم فشلوا في الامتحان وهينطردوا زي الكلاب. والامتحان مدته 80 دقيقة بس، ومكون من سؤال واحد. السؤال ده هيلاقوه جوه ورقة الامتحان بتاعتهم، وبيسألهم المراقب حد عنده أي أسئلة، لكن محدش رد عليه. بالتالي بيبدأ الامتحان ويمشي. المراقب ده بيفكرني بأستاذ صلاح، مراقب الثانوية العامة بتاعي، كان ايتم كده وكان بيغشش ابنه بس عمره ما رضي يغشش. ولما بيشوفوا ورقة الامتحان بيلاقوها ورقة فاضية تمام، وكلهم بيبصوا لبعض وفي ذهنهم حاجة واحدة، ايه الهبل ده؟ ومع الوقت التوتر بيزيد، والمرشحة رقم 2 بتكتب على ورقة الامتحان ليه هي المرشحة المناسبة للوظيفة دي، والكاميرا على طول بتعمل زوم على ورقتها. بالتالي الحارس بيقرب منها ويطلعها وسط صريخها لا ده امتحان مش منطقي ابدا، طب اديني فرصة تانية والنبي. لكن لا حياة لمن تنادي. وبيفكر المرشح رقم 5 في اللي قاله المراقب، بالتالي بيقول لهم ان هم يقدروا يتكلموا مع بعض لان القانون ممنوع الكلام مع الحارس او المراقب بس، وبيقول لهم ان المطلوب ان احنا نتعاون علشان نعرف ايه السؤال اصلا قبل ما نجاوب عليه. لكن بما ان الورق مش ذاكر اي اسماء، بيختلق المرشح رقم 5 اسماء عليهم علشان ينادوا بعض بيها، وبيختار لنفسه اسم خنزيرة، والبت دي حلاوتهم، والواد ده برص، والاخ بطيخ، والبت جميلة، والبت المسترجلة، واخيرا الأطرش. لكن في وسط كل ده الأطرش ما نطقش، وبيقترح خنزيرة ان هم يقوموا يقفوا لان القانون مش بيمنع ده، وبيبدأ بنفسه ويقوم يقف. وفعلا الحارس ما اتحركش ناحيته، وجميلة بتقول اكيد السؤال مكتوب بحبر سري او بعلامة مائية. بالتالي بيحاولوا يلاقوا طريقة يظهروا بيها الحبر السري ده، وجميلة بتحاول تحط الورقة على الحيطة يمكن تظهر السؤال، لكن مش بيظهر. وبتقول لازم كلنا نجرب، يمكن السؤال يكون في ورقة واحد فينا بس. وكله بيتأكد بنفسه ما عدا الأطرش قاعد متمسمر في مكانه. وخنزيرة بياخد ورقته عشان يشوف بنفسه، وبطيخة بيقول لهم يمكن يكونوا محتاجين أشعة تحت حمراء أو أشعة صينية. بالتالي بيدوروا على مفتاح الإضاءة، يمكن يكون في طريقة يغيروا بيها نوع الإضاءة. وبتلاحظ حلاوتهم إن في شرايط ضوء للطوارئ، بالتالي بيقرروا يكسروا اللمض علشان تشتغل إضاءة الطوارئ. بالتالي بتشتغل إضاءة الطوارئ الزرقاء، وكلهم بدأوا يدوروا على السؤال ما عدا الأطرش، لكن محدش منهم لقى السؤال. والمسترجلة بتقول لهم خلينا نكسر شرايط الضوء الخارجي لان في زجاج خارجي حاجب الضوء، يمكن الضوء الداخلي ده ينفعهم. وبعد ما بيكسروا بيظهر نوع تاني من الضوء، لكن برضك مش بيفيدهم بحاجة. وخلاص فاضل لهم 60 دقيقة ولسه ما وصلوش لأي حاجة. وخلاص خنزيرة زهق وبيسألهم عن أفكار بديلة، وبيقول لهم ورقة المرشحة 2 نقدر نجرب فيها براحتنا بما ان هي كده كده انطردت. وبيحاولوا يلونوا ورقتها لكن مفيش حاجة ظهرت، وبيقطع خنزيرة ورقتها لحتة صغيرة عشان كل حتة يجربوا فيها بشكل مختلف. وبشكل فطري بيفك مية على ورقة منهم يمكن يرويها، لكن برضه منفعش الله يقرفها. وكان هو وبطيخة بيتخانقوا، بس فجأة بيسمعوا الأطرش عمال يبرطم بكلام بالفرنسية، والمسترجلة بتقول لهم انه بيقول ان الورقة هي انعكاس لينا، لكنهم بيعتبروه بيخرف ومش بياخدوا اصلا على كلامه. وخلاص مش لاقيين حاجة جربوها، لكن البورس بيقول لهم دي اكيد لعبة مراهنات، ومجلس إدارة الشركة جمعونا هنا دلوقتي علشان يتفرجوا علينا ويراهنوا علينا، حاجة زي مسلسل لعبة الحب.
كبار. لكن جميلة بتقول اكيد هما مش بالفراغ ده، لكن البورس بيقول لهم دول ناس بالنسبة لهم الفلوس ملهاش قيمة، ودلوقتي بيدوروا على حاجة تسليهم وبيراهنوا مين فينا هينهار ومين هيحل الرخص ومين هينطرد. شكله صادق هالبورس. لكن المسترجلة بتقول لهم لو في حد بيراقبنا فعلا فهو المدير التنفيذي، لان كل مجلس الادارة شخشيخة في ايده، هو اللي بيدير كل حاجة في الشركة. بس البورس بيقول لها وانت عرفتي كل ده ازاي يا بنت؟ قالت له انا شغالة اصلا في الشركة في ادارة الموارد البشرية اللي هي بتقعد تخصم للموظفين، بس عمرها ما قابلت المدير التنفيذي ده، وهي هنا لانها بتقدم على وظيفة احسن. لكن وضع خنزيرة مختلف، لان هما اللي عرضوا عليه الوظيفة مش هو اللي تقدم لها، على عكسهم. لكن كلهم ما يعرفوش حاجة عن الشركة او الوظيفة، كل اللي يعرفوه ان الوظيفة في الشركة دي احسن من اي وظيفة في اي شركة تانية. يا ريت يشوفوا الفيديو ده ويعينوني. وبتبدأ المسترجلة تحكي عن الشركة ان اسمها ابراج، وهي شركة دوائية مالتي مليونير، وقبل كام سنة انتشر وباء بين الشباب عالميا، وكانت هي اول شركة تخترع علاج للوباء ده، وارباحهم السنوية بدأت تقدر ب20 مليار دولار، وكل ده بفضل المدير التنفيذي بتاعهم. وباتشيخا بيقول اكيد الشركة لقت علاج للوباء اللي شغال دلوقتي اللي قتل ملايين الناس عالميا، وعشان كده هم محتاجين موظفين جدد عشان اكيد الشركة هتتوسع اكتر. وبتراهن المسترجلة ان المدير التنفيذي اكيد محتاج مساعد ليه، والامتحان ده اكيد هو اللي محضره بنفسه. وجميلة بتقرب كده من الحارس من غير ما توجه له كلام، وبتحط ايديها في جيبه وبتطلع ولاعة، وبتقترح ان هما يشغلوا رشاشات اطفاء الحريق يمكن تنزل منها مادة تظهر الاسئلة. وبتحاول تستخدم الولاعة لكنها مش قادرة توصل للرشاشات، وبيديها خنزيرة ورق عشان تولع فيها وتولع الرشاشات. وبتبدأ فعلا الرشاشات تشتغل وبلت الورق، لكن مفيش حاجة ظهر. بس فجأة الحارس بيتحرك ناحية جميلة، وبتدرك ان خنزيرة خنزرها واداها ورقتها اللي هي حرقتها بايديها، وبيطلعها الحارس وسط ما هي بتقول لخنزيرة حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وباتشيخا بيقول له انا هديك بنية تطفي نور عينيك، لكن بيكتشف ان النور شغال بالاوامر الصوتية. وبيبدأ الاطرش يعيط، وبيروح له خنزيرة ويخوفه ويخليه يقطع ورقته وياكلها، وبيشده الحارس ويطلعه بره، لكن نضارته بتقع منه اثناء ما هو بيطلع. وباتشيخا بيقول لخنزيرة انت خنزير فعلا. وخنزيرة بيقول لهم المفروض تشكروني لان انا قللت المنافسة، وفي كل الاحوال انا خلاص عرفت السؤال ومش هقول لحد يا فشل. وفي نوبة من الغضب بيرقعوا باتشيخا بنية كومته على الارض، وبيربطوه ربطة زينة ويسدوا بقه، وخلاص فاضل 29 دقيقة على النهاية. لكن بمرور الوقت بيفوق خنزيرة ويقول لهم ان هو مصاب بالفيروس ولازم ياخد دواء كل 60 دقيقة. وبيقول لهم الدواء في جيبي، وبيدور باتشيخا في جيوبه لكن مش بيلاقي ادوية. وخنزيرة بيقول لهم اكيد حد خد الدواء علشان يموت، ولو اديتوني الدواء هقول لكم على السؤال. وبيفقد الوعي تاني وبتجيله النوبة من التشنجات، وبيأكد باتشيخا انه فعلا مريض. وبيبدأوا يدوروا على الدواء لكنهم مش لاقيينه، وخلاص فاضل 15 دقيقة. والمسترجلة بتشك في البورس، وبيتضح فعلا ان هو لازقها في البانة تحت مكتبه. وبتحاول المسترجلة تدي الحبة الخنزيرة، لكن البورس بيخبطها وتقع حباية الدواء في المصرف. وبتبدأ مناخير خنزيرة تنزف والتشنجات بتزيد، وبتحاول المسترجلة تكلم الكاميرا عشان ينقذوه، لكن الحارس بيتحرك ناحيتها ويطردها. وبتخلع حلاوتهم دبوس شعرها، وبتطلع الحباية ترقعها في بق خنزيرة وتفكه. ولما بيفوق خنزيرة بيسألوه ايه هو السؤال، قال لهم انتوا نفسكم مفيش سؤال اصلا، واخر واحد هيفضل موجود جوه الأوضة هو اللي هياخد الوظيفة. وبدأ كلهم يقتنعوا بده، بس بيجري خنزيرة علشان ياخد المسدس من الحارس، لكن باتشيخا بيمنعه وبياخد المسدس ويهدد بيه خنزيرة. وخلاص فاضل 6 دقايق، وخنزيرة بيقول له الوظيفة دي بتاعتي حتى لو على جثتي، اقتلني لو عايز. وبيهاجم باتشيخا فعلا وبيرشقه بالقلم في كتفه، وبيحاول بورس يتدخل لكنه بيتضرب بكعب المسدس وياخد منهم المسدس. دول طلعوا كلهم بطاطيخ، بس بيكتشف ان المسدس بيشتغل ببصمة الايد، بالتالي هيقرا بس بصمة الحارس. وخنزيرة بيروح يمسك ايد الحارس ويهددهم ان هم يخرجوا من الاوضة والا هيقتلهم كلهم. وبيخرج البورس فعلا لان هو خايف على روحه، وحلاوتهم خلاص خارجة، لكن بتقول اطفي النور قبل ما بتخرج، والنور بيتقفل. وبيضرب خنزيرة النار بشكل عشوائي،
وبيتصاب فعلا بطيخة وخنزيرة بيشوف ان حلاوتهم لسه حاطة رجليها جوه الأوضة، بس بيسمع صوت ان التايمر خلاص خلص وبيروح يكلم المراقب ويقول له انا اللي كسبت، لكن الحارس بيجيله ويوريله ان التايمر لسه مخلص، بالتالي لازم ينطرد لان لسه فاضل 20 ثانية، لان الأطرش اثناء ما هما مشغولين غير التوقيت بتاع التايمر. وبتدخل حلاوتهم الأوضة وتمسك نظارة الأطرش اللي وقعت منه، وبتشوف ان نظارته بتقدر تشوف السؤال على الورقة ومكتوب السؤال الأول. وبيدخل الأطرش الأوضة وبيتضح ان هو المدير التنفيذي للشركة، وشارك بشكل مستتر علشان يراقب كل واحد فيهم عن قرب. والبت حلاوتهم بتروح لهم وتقول لهم إجابة السؤال هي لا، لأن السؤال بتاع الامتحان هو السؤال اللي سأله المراقب في الأول خالص. حد عنده سؤال؟ بالتالي الإجابة بتاعته لا، لأن هو ده أول سؤال، والسؤال اللي على الورقة هو السؤال الأول. كان مجرد سؤال لاختبار الذكاء وسرعة البديهة والتركيز في التفاصيل. وبيختاروا فعلا حلاوتهم علشان تكون مساعدة مدير التنفيذي، لكنها بترفض إنها تشتغل مع شركة بتقتل الناس لأن بطيخة مات. لكن المراقب بيقول لها إن الطلقة اللي انضرب بيها بطيخة عبارة عن كبسولة بتشفي الجسم بعد ما بتخترق، والكبسولة دي هي الدواء اللي الشركة اخترعته علشان تشفي بيه اي مرض في العالم. بالتالي حلاوتهم بتوافق تشتغل معاهم وبتسلم على المدير التنفيذي. ادعوا معايا ان ربنا يرحم شهدائنا في فلسطين، ويا رب انصر اهلنا في فلسطين على العدو الغاشم. وادعوا معايا عسى ان تكون ساعة استجابة. لو عجبكم الفيلم بقى يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للصفحة. بس الأهم من كل ده ما تخلوش أي فيلم أو أي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلاص، اشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.